اهلا بيكم وكل اعدام وانتم بخير. القرد سأل الاسد انت بتجري ليه؟ الاسد رد وقال له اصل في ناس بيمسكوا كل الخرفان. القرد قال له هو انت خروف؟ الاسد رد وقال حلني على ما القضاء يثبت اني اسد. برحب ب5 مليون مشاهد في قناة بكوس في 8 شهور، وربنا يزيد ويبارك ويخلي. بوكس نيوز دقايق اسبوعية حسب التوقيت المحلي، والكلام عامي ومش خالي، شعبي واجتماعي وسياسي ساخر ومسلي. ولو حصل لي حاجة هروح اقول المخرج هو اللي قال لي. وبسم الله نبدأ ويا مساء التجلي. اولا بخترع على حضرتك تفرمط عقلك وتنسف حمامك القديم، وبجد تشتري دماغك تكشكشها تطفيها تطريها عشان تقدر تكمل في الحياة وتقضيها، ولسه الدنيا بخير وصوابعك مش زي بعضيها. بوكس نيوز احتمال طبعا يكون مجرد سبوبة او يكون بوكس نفوق بيه من الغيبوبة. هنتكلم عن البيت والدار والاسعار والمية والنور والعيش والخضار والانبوبة والمدرسة والمستشفى في البلد المنهوبة. وارد يكون صوت للناس اللي على امرها مغلوبة. اول سؤال، هو الصراع على الكراسي ولا بين الحرية والاستبداد؟ بين الدولة المدنية وحكم العسكر؟ خصوصا بعد ما اتكتب الدستور من مادة واحدة، العسكر يحكم ويتحكم. بلاش ده ومش اجباري. طب المواطن العادي يعمل ايه؟ ايوه، في مواطن عادي ومواطن بالكبدة. لو بيخاف يبقى مش صاحب قرار، وزي السمك الميت ما يقدرش يعوم ضد التيار او حتى يختار انه يصنع مستقبله. انت حيثما وضعت نفسك هتقول لي دبابة وسلطة والبلد بتاعتهم، تبقى مشاهد ومستمع كريم وبره المعادلة. بس خد بالك من حاجة، اللي بيكسب في الاخر صاحب الدافع مش صاحب الحافز. عشان كده الارنب قال لكلب الصيد انا سبقتك وكنت اسرع منك، لان صراعك من اجل سيدك وانا صراعي من اجل البقاء. الحكمة بتقول إياك بحثا عن السلام أو الهدوء أن تتخلى عن قناعاتك أو معتقداتك. الله يكرمك، مش بدخن. يعني إيه خفيفة وأنا بقولك مش قادر أشيلها؟ دايما في مفترق الطرق اختار شخصيتك. مفيش حد هيمنحك حاجة من غير مقابل. أهو فاتحة وبيدفع 15 جنيه نور كل شهر، بيقول يا رب تفضل كده لما الكهرباء تدخل المنطقة. حقك او حريتك لازم تنتزعها وتاخدها بشجاعتك، بس لو ناوي تتفرج يبقى لو مطرت قلقاس قلقاس هتنزل فوق ناس وناس. في 2014 الاعدام في انتظار الجميع. السجن اصبح المكان الامن اللي ممكن تعيش فيه. السلطة اللي موجودة أصدرت قوانين بإعدام أي شخص يهتف للجماعة الإرهابية اللي انتخبنا منها رئيسنا وانتخبنا حزبها وأخذ الأغلبية ونجح على القوائم بتاعته رموز جبهة الإنقاذ. يعني احنا شعب إرهابي بالفطرة. يوم ما هتقع الحكومة والسلطة المؤقتة بسبب غبائها وضعفها، مش بسبب قوة الإخوان أو ذكائهم لا سمح الله، أكيد هيتعامل معاهم محاكم ثورية وتطهير وإعدام آلاف الأشخاص اللي موجودين في الكشف بالأسماء. وخد بالك، السجن والاعتقال والظلم اللي بيحصل طبيعي جدا، لأن مفيش سجن اتذكر في القرآن غير سجن مصر. والمسجون سيدنا يوسف كان بريء، والقاضي كان عارف وعنده دلائل وشهود انه بريء، ولكنهم رأوا أن يسجنوه إلى حين. يعني القضاء شامخ من يومه.
ألحق أبعت تحية لطلبة الجامعة قبل ما يطلعوا قانون بإعدام الطلبة اللي داخلين سنة رابعة، وللسلطة اللي بتتعامل معاهم أفكرهم إن عمر الحركة الطلابية ما اتهزمت في تاريخها. العالم خلاص زهق مننا، بيحافظ على سلامة قواه العقلية، بس احنا عندنا إصرار ومصممين على إبهار أمه. نعم، شيل رجلك من عليه، شيل رجلك من عليه يا جدع انت. يعني ايه لما يخلص المؤتمر؟ طب خليك عندك بس اهدى، معلش مش قصدي. وانت اخويا استحمل شويه، فاضل ثواني. احنا اطلقنا الرصاص على نفسنا، عشان كده لا يمكن نقف تاني الا اذا احتاجنا ضمير جمعي ووقت كبير واجراءات اكتر وفاتوره هيدفعها الشعب العظيم. طوبى للشهداء والعار للجبناء. اهدى وحط عقلك في راسك وانسى قلبي اكبر من رصاصك وربي اعظم من حراسك. ما بيهمنيش، وعلى قد ما بحب الموت انت بتحب تعيش. وعلى قولة امي مفيش ويا ريت انا كبرت واتربيت واتغذيت ولقمتي ناشفه وفولي من غير زيت، وهزمت شيطاني وعمري ما اتوزيت، وقلبي مات من السكات وبنفسي فيه عزيت. عشان كده تلقاني عمري ما خفت منك ولا اتهزيت.